صاحيين ولا نايمين؟ ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اشعر بحالة من الاكتئاب والزهق، وقاعدة لوحدي قاعدة بالبيت. النهاردة انا قاعدة في البيت لوحدي، الواحد حاسس بزهق وحاسة باكتئاب. اعمل ايه؟ قلت بس مفيش غيره. بعت جبت دليفري وقلت ايه، اكل وابسط نفسي عشان الاكتئاب يروح. يمكن الاكتئاب يروح. المهم بقى ايه يا بنات، رحت بعت جبت فطيرة تمام من مزارع دينا هنا جنبينا. اول مرة اجربه، يعني ليه اصحابي بيقولوا لي حلو قوي وجيراني وبيشكروا فيه، فانا قلت ايه، اجرب يمكن اخرج من حالة الاكتئاب والزهق اللي انا فيها دي. فبعت جبت بقى ايه، فطيرة محشية فراخ ستريبس، وفطيرة سادة مشلتتة. وبعت جبت ايه بقى، جبت ايس كريم، جبت كل الانواع ايس كريم من باسكن روبنز. ما هو انا بعيد عنكم، لما بحس ان انا متضايقة او بحس بالاكتئاب بفتري. بسم الله، هنجرب اول مرة. عايزه اكل فطير عشان بعدها حلي بالايس كريم. اول مره اجربه، مش عارفه بقى طعمه. متاكده مش عامله تكميم، هو بيوصل الاكتئاب؟ لا مش عامله يا ستي تكميم، ومتاكده. واللي عامل تكميم ما بيطلعش يضرب كده فطير وايس كريم. بقول لك جايبه اوردر فطير وايس كريم. هو انا هكذب ليه؟ يعني حد ليه عندي حاجه؟ حد ليه حاجه عندي؟ هو التكميم بس هو اللي بيوصل للاكتئاب والله. يعني انا ما عنديش، ممكن اكون مشكله شخصيه، ما عنديش حاجه شخصيه مضايقاني، مفيش حد مزعلني مثلا فحاسه مثلا ان انا متضايقه، او حاجه حاصله عندي، او الوحده، او مثلا ان انا النهارده قاعده لوحدي فحاسه بالزهق. فبلاش بقى يعني التأليف ده ارجوك. يعني بقول لك طالعه متضايقه وعندي اكتئاب، المفروض تفرفشيني مش تنكدي عليا وتقعدي تبكتي فيا بقى. الواحد مش ناقص. المهم بقى ايه، انا قلت اكل حته من دي وهجرب. صدقوا الفطيره دي طعمها جامد قوي، طعمها حلو قوي يا بنات. من مزارع دينا جنبينا هنا جنب البيت، طعمها جامد رهيبه. دي بقى فطيره مشلتته. انا عملت ايه، قلت اروق على نفسي واجيب فطيره مشلتته مع ايه، مع الفطيره السبايسي اللي انا ايه كلت منها دي. فالمهم لقيت عندهم بقى ايه، عسل وطحينه ومرطه. فاحنا هنجرب الفطير المشلتت بتاعهم ونشوف الطعم ايه. ده عسل على طحينه ماشي، دي مرطه لزوم الفطير. مندوق كده المرطه ونشوف كده، مرطه زي بتاعتنا البلدي دي ولا ايه؟ الحق يتقال، لا مش حلوه المرطه دي، مش حلوه المرطه. لا المرطه بتاعت السمن البلدي اللي احنا بنسيحها ليها طعم احلى. ما نشوف ده ايه كمان. المهم انا خربت الدنيا وولادي مش موجودين ومحدش معايا في البيت. فتعملي ايه يا هيومه؟ تعملي إيه؟ ابعتي هاتي اوردر. مش عايزه اعمل اكل، ماليش مزاج اقف في المطبخ، ولا اعمل اكل. ولا اعمل اكل. ماليش مزاج اقف في المطبخ. ولا اعمل اكل. ماليش مزاج اقف في المطبخ ولا اعمل اكل. ماليش مزاج اقف في المطبخ ولا اعمل اكل. ماليش مزاج اقف في المطبخ ولا اعمل اكل.
دي حاجه كده يعني لا تتشاف ولا تتاكل. المهم بقى ايه، بعدت بقى ايه، شهيصت على نفسي بقى يا بنات، وجبت من باسكن روبنز اللي انا بعشقه بقالي سنين ما بحبش غير الايس كريم بتاعه. جبت بقى انواع كتير قوي، قلت ايه هروش على نفسي، يمكن لعل وعسى الاكتئاب يروح. بصوا الانواع دي برضو هجربها معاكم. انا دايما بحب اجيب من باسكن روبنز اللي هو تشيز بالفراوله، وبحب اجيب من عنده اللي هو بالفانيليا. اول مره بقى اجرب فيه انواع كده، اول مره اجربها، والمعالي اهي. بس خلينا ندوق الفطير. بصوا بقى الفطير بتاع ايه، مزارع زينه. بصوا مشلتت ومورق. نديها بقى، تعالوا كلوا، تعالوا كلوا معايا، تعالوا كلوا. ده انا هخربها النهارده، ده انا هخربها النهارده، والدايت في ذمه الله. بسم الله. تصدقوا ان الفطير بتاعه طعمه حلو، والعسل مع الطحينه جامد قوي. رهيب. بتقولوا ايه؟ والله ما شايفه، والله ما شايفه بتقولوا ايه. بس قلت اطلع ايه، اطلع افك معاكم، يمكن يعني ايه نفسيتي تروق. خلي الفطاير على جنب دلوقتي، انا بصراحه عايزه ادوق الايس كريم. مزارع زين عندهم توصيل، ما هو جاب لي دليفري اهو، بس اللي في الشيخ زايد يعني جنب البيت هنا على المحور جنب البيت. ندوق ده الاول. ده توت بالزبادي، وفي قطعه كده ايه من التوت واللي تشيز. بسم الله. الله، يا لهوي على الجمال. وفي قطعه شوكولاته، لا 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 رهيب. صحتين وعافيه يا روح قلبي. ايوه انا عايزه اللي يبعت لي قلوب حمراء ويقول لي صحتين وعافيه ويدلعني في اللايف ده، عشان انا يا بنات زعلانه، انا زعلانه قوي. فعايزاكم تمعلشوني، وعايزاكم تسلوني وتحبوا فيا بقى. محدش يضايقني، اي حد هيضايقني الصباع ده شغال ما بينامش، طخ طخ على طول بلوك، عشان انا مش فايقه. انا طالعه افك معاكم، حاسه بالوحده، عايزه املى فراغي معاكم. اي حد هيضايقني يقول كلمه كده ولا كده اهو بلوك على طول. نخش على اللي بعده. طبعا اللي هيفضل مني هيتشال فين؟ في الفريزر. واو. بصوا ده بقى، ده بقى ايه، هقول لكم انا الطعم ايه. بصوا بقى ده ايه، قطعه كده من الفراوله مع التشيز مع الفانيليا. يا لهوي بيدوخ والله بيدوخ، خطير. بصوا انا اليومين دول شغاله اكل بالليل، وحاسه انتوا عمالين تقولوا لي وشك خاسس، وشك فين؟ يا وشك خاسس ايه ده؟ انا حاسه ان وشي هيضرب، انا حاسه ان وشي بدأ يضرب وشي انا جسمي اللي بيخس ليه؟ عشان بروح الجيم انتوا عارفينه كده، لكن انا وشي انا شايفاه بيرجع زي الاول من الاكل اللي باكله والحلويات وخربة الدنيا. نخش بقى على اللي بعده. ده بقى انا ايه، تقولي ايه؟
ما جاتش على يوم كل اللي في نفسك. ما انا قلت اكل اللي في نفسي والله، يا روح قلبي يا روح، ما انا قلت كده. بصوا انا لما ببقى قاعده في البيت لوحدي بحس بخنقه، والله مش عارفه ايه السر. بقعد اكلم نفسي، افتكر مواقف مضايقاني، افتكر حد مزعلني، فتلاقوني ايه، بدخل في حته الاكتئاب وبتخنق، بحس بخنقه. فاعمل ايه؟ ولادي بقى راحوا فرح وبايتين عند قرايبنا، تمام؟ فانا ما كانش ليا مزاج اروح في حته بصراحه، يعني ماليش في مزاج ولا اروح افرح ولا اروح حته، فخليتهم هم يروحوا وانا بقى ايه، قعدت في البيت. حسيت ان انا مكتئبه، قلت والله يا ريتني رحت فكيت شويه، بس انا ايه، قلت لا خلاص بقى هطلع لايف مع متابعيني حبايبي افك معاهم شويه. ده بقى هقول لكم انا الطعم ايه، عشان انا الله رهيب. باسكن روبنز بجد عالمي عالمي، مفيش حد ينافسه في الايس كريم بتاعه. اصل انا قعدت على طلبات يا بنات، ابلكيشن طلبات، وفضلت ايه اطلب طخ 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 طخ، وانا مش واخده بالي، مش عارفه انا بطلب اطعمه ايه، اللي هو انا عايزه اكل ايس كريم وخلاص. فاهمين؟ فلقيت نفسي ب... يعني بدوس، مش عارفه ده بصوا ده شوكولاته بالكراميل، يعني ايس كريم كراميل على ايس كريم شوكولاته، بس طعمه في حته تانية. ده بقى ده بقى هنشوف ايه برضو، تقريبا ده فانيليا. ميكس فانيليا على زبادي، على ايه بقى، على فراولة. لا 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 لا، جامدين قوي بصراحة، الايس كريم بتاعه رهيب. انا خربت الدنيا. وحشتوني والله. حاسه ان الايس كريم شد نفسي. طب انا عايزه اكل فطير، انا عايزه اكل فطير، اعمل ايه؟ انا عايزه اكل فطير. طيب لا ليه كده، ليه عملت في نفسي كده؟ سبت الفطير وعماله اكل في الايس كريم، يا لهوي عليا. اصل طعمه حلو قوي. شكلي كده عايزه ارطب. لما بيجي لي اكتئاب، او مثلا ايه بتخنق او بتضايق، معرفش ليه بميل للحاجه الحلوه، ولازم اكل حاجه حلوه. انا معرفش في حد زي يا بنات ولا لا، انتوا زيي لما يعني بتتضايقوا او بتكتئبوا او ايا كان بتاكلوا حاجه حلوه. امم رهيب قوي بقى. يا روح قلبي انت اللي عسل وقمر. بس عارفين بجد عايزه اقول لكم على حاجه، ده جامد. اخر حاجه ده ايه بقى؟ ده يا بنات بلو بيري على شوكولاته على فانيليا. يعني لو طلبته من باسكن روبنز وعملته اوردر مثلا قطع شوكولاته اهي شايفينها، اطلبوا ده بلو بيري على زبادي يعني طعمه زبادي كده وفانيليا وقطع شوكولاته، بجد رهيب رهيب، حلو قوي. عملت لهم ريفيوهات ببلاش اهو، ببلاش وانا اللي دافعه. دول كده عايزين تعرفوا الاسعار، انتوا بتقولوا الاسعار ايه، حاضر بصوا. دول كده الاربعه دول ب400 حاجه و50، ب456 الاربعه دول، لان باسكن روبنز غالي، خلينا متفقين يعني. بس مش مهم، مش خساره في معدتي وقلبي، لو حتى بايه هاكل.
مش خساره فيا. فدول ب456 جنيه. الفطير بقى ده وده ب446 جنيه. يعني الاكتئاب كلفني 900 جنيه عشان انا زعلانه. بس فدايا الدنيا بفلوسها بكل حاجه. المهم اتبسط، المهم اتبسط يا بنات واكل. فين عمر ابنك؟ مش بيظهر زي الاول ليه؟ بخاف عليه. انا بقولك الصراحه بخاف على عمر، يعني مع احترامي ليكوا طبعا من العين. ليه بقى؟ كل ما اجي اظهره في فيديو الاقي بقى كام واحده تفضل تكتب بيسيبوا الوصفه ويمسكوا في شعره. ابنك شعره حلو كده ازاي وما بيسموش؟ يعني ما بيسموش. بتستعملي ايه لشعر ابنك؟ ابنك شعره حلو قوي والله العظيم. اقفل الفيديو من هنا، لازم اودي عمر للدكتور. لازم عمر يروح للدكتور ويعيا ويسخن، وبيوريني ليله ما يعلم بقى الا ربنا ان انتوا عارفين في ناس ما بتسميش يعني. فما بقتش اطلعه، بخاف عليه. حتى لميس والله، حتى لميس اطلعها الاقي برضو في كام حد يفضل شعرها حلو قوي. تستخدمي لها ايه؟ تعملي لها ايه؟ الواحد والله ما بيحط في دماغه الحسد ولا الكلام ده، بس عارفين لما بتتحطوا في الموقف بتضطروا تحطوا في دماغكم بقى. يعني لما تلاقي فعلا العيل حصل له حاجه انت بتخافي. بس بقى ايه يعني اللي هو يعني لميس بقول مش مشكله كبيره بقى وخلاص. لكن عمر صغنن، عمر صغنن ونجمه خفيف قوي، فبصراحه بخاف عليه. اشيل الباقي كمان شويه. الفطير طعمه حكايه، بس انا الايس كريم قفلني. فانا هعمل ايه؟ استنى شويه ارجع اكل فطير تاني واروح راجعه واكل ايس كريم تاني. ان انا مش هنام دلوقتي، انا مش هنام دلوقتي، انا شويه كده وهنام. قربوا كده تعالوا تقولوا ايه؟ بتقولوا ايه يا بنات؟ مالك مكتئبه ليه يا حبيبتي؟ لوحدي زهقانه. انت عارفه الواحد لما بيكون قاعد لوحده في البيت بيفتكر كل المقاسي. بس فولادي بقى راحوا مع قرايبنا، راحوا فرح وبايتين. فانا بقى ايه؟ قاعده زهقانه. مرضتش اروح لاني زهقانه متضايقه يعني، فما حبيتش ان انا انزل. اصحابي بقى فضلوا يتصلوا بيا عايزين نقعد معاهم بقى ونخرج وكده. مرضتش. مالك ضعفتي كده؟ مش كده احسن؟ ضعفت، صغرت، بلبس براحتي. مش كده احسن ان انا ضعفت؟ على فكره حاسه ان انا هتخن تاني. انا حاسه ان هتخن تاني، لان حاسه ان وشي بدأ يبقلظ. مش عارفه، حاسه ان وشي بدأ يبقلظ يا بنات. فتحسوا ان انا ايه؟ ممكن، مش عارفه بقى. ما هي الجرايم اللي انا بعملها دي هتوديني في داهيه، بس انا الحمد لله بلحق نفسي. عندك هدوء قاتل. عندي هدوء يعني قصدك في المكان اللي انا ساكنه فيه مثلا؟ هي الاماكن دي بتبقى هاديه. بس اقولك على حاجه، انا مش بحب الزحمه. يعني انا بطبعي انا ما بحبش اسكن في مكان فيه زحمه. انا احب الهدوء جدا، ما بحبش الزحمه. احب الهدوء كده واحب اقعد مع نفسي. حبيبه قلبي والله انت اللي قمر. انا مش حاطه لكم ميك اب والله، ما حاطه اي حاجه في وشي، طالعه بخلقه ربنا. زبده كاكاو عشان ارطب شفايفي، لكن ولا حاطه اي ميك اب ولا اي حاجه. طالعه بخلقه ربنا. تقولوا بقى وحشه، تقولوا حلوه، انا شايفه نفسي قمر واثقه في نفسي وعاجبه نفسي. خسسان باين عليكي وشك بهتان. لا انا شايفه وشي مورد اهو، وخدودي اهي مورده وقمر، وانا زي الفل كده. تمام كده، انا تمام قوي.
كفايه ان انا عارفه البس اللي انا عايزاه. انتي متزوجه؟ انتي شايفه ايه؟ شايفه ايه؟ اه متزوجه. مش تخسي يا هيام اكتر قمر. حاضر والله. اه والله متزوجه يا نهال. مالك يا نهال؟ انتي شايفه ايه يا نهال؟ يعني انتي مش شايفه الدبله يا نهال؟ ايوه يا نهال متزوجه يا نهال. انتي كيوته حبيبه قلبي. زبده الكاكاو ثابته يا هيام؟ اه ثابته. بستخدم براند نضيف وحلو قوي، بيرطب الشفايف وبيخليها وردي كده وجميله. والله يا يوم انت مش محتاجه ميك اب، انت قمر لوحدك يا روح قلبي. الله يكبر بخاطرك. لا اصلي بيعقدوني بصراحه، بس انا ما بسمعش كلام حد، انا واثقه في نفسي. يعني امبارح لما طلعت من الجيم فضلوا يا جماعه والله اللايف بيوحشني. يعني انا كده كمان وحشه. لكن عارفه انت بقى لو انا قفلت اللايف هتلاقيني غير خالص خالص، مع اني مش حاطه ميك اب، وهتلاقي وشي ده جميل وابيض عن كده، وهتلاقيني واحده تانية. اللايف انا مش عارفه ايه السر لدرجه ان انا فكرت اغير التليفون. والله قلت طب يمكن العيب مثلا في التليفون ولا العيب في ايه، مع اني معايا تليفون يعني حديث مش وكاميرته حلوه، بس مش عارفه ايه السر ان اللايف بيطلعني غير الطبيعه. يعني انا كده في اللايف ممكن اكون مش احلى حاجه برضو، في الحقيقه هتلاقي واحده تانية مختلفه تماما. بشهاده بقى ايه؟ بشهاده ولادي لما بيكونوا قاعدين يشوفوني، يا لهوي يا ماما فرق شاسع بين الطبيعه واللايف. ما تطلعيش اللايف ده تاني. عشان كده تلاقوني قله في اللايفات. صحابي الاقيهم لما يقابلوني بره مثلا ونقعد مع بعض، يا هيام اللايف مبهدل وشك، ده مش انتي في الحقيقه غير. فما تاخدوش باللايف عشان اللايف معاند معايا. مش عارفه هو ولا مارك، انا مش عارفه. لكن انا الحمد لله راضيه عن نفسي. حلوه وحشه اهم حاجه ده اللي جوه. طالما اللي جوه حلو خلاص. في ناس حلوه في الكاميرا بين الحياه لكن الحياه احلى من كده. انا كده بقى، انا الكاميرا ظلماني، انا كاميرا التليفون ظلماني جدا سواء لايف او فيديو. يعني وحتى في متابعين كتير لما بروح هايبر وان او بروح اي مكان مثلا اتسوق وبقابلهم كتير جدا، الاقيهم اول حاجه يقولوها لي الاقيهم برقوا واتخضوا. ايه يا جماعه في ايه؟ لا 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 انت هيام محمود، انت اللي بتطلعي على الكاميرا. الاقيهم اتصدموا والله العظيم، ويفضلوا يعني بيبكتوني على نفسي. ما تطلعيش في الكاميرا تاني، انت في الحياه احلى كتير واصغر. فمش عارفه مش عارفه يا بنات والله اعمل ايه. يا اختي احنا عايزين نشوفك كده، ربنا يبعد عنك العين والحسد. انت اصلا محسوده. اه والله ممكن والله يا روح قلبي. محدش بيسيب حد في حاله. نعمل ايه؟ امر الله بقى، امر الله. افوض امري الى الله. مش انتوا معايا خلاص بالدنيا. لا انت برضو قمر في اللايف والله. انت حلوه في اي حاجه يا حبيبه قلبي. انت اللي قمر. انا عارفه يعني انا كده ماشي يعني شكلي حلو، بس عايزه اقول لك ان برضو كده وحش. يعني فرق ما بين هنا كده والحقيقه. لا لا انا نفسي مش راضيه عن نفسي في اللايف، لان في الحقيقه يعني حاجه تانية الصراحه يعني. فعشان كده تلقوني ما بطلعش لايفات كتير عشان بتظلم. بتظلم. الاقي في بعض المتابعين، هيام وشك بهتان كده ليه من الخسسان؟ يا هيام مش عارف ايه يا هيام. اقول يا ربي يا رب على الكاميرا اللي مبهدلاني ومخليه الناس يعني مش عارفه حاجه. اعمل ايه طب؟ حبيبتي يا ميرو والله انت اللي قمر يا روح قلبي. يا حبايبي تسلمولي.
عندك كام سنة يا هيام؟ عندي كام سنة؟ العمر مجرد رقم، العمر مجرد رقم، بس ده اللي انا اقدر اقوله لك. بس انا مش كبيرة، انا مش كبيرة، أنا لسه في عز شبابي، الحمد لله لسه في عز شبابي، اللهم لك الحمد، ربنا يديمها عليا نعم. لكن انا مش كبيرة. ولادي ممكن يكون انتوا شايفينهم كبار، بس انا آه يعني خلفتهم وانا صغيرة خالص. يعني كنت بيبي بتربي بيبيهات، فاهمين ازاي؟ يعني كنت عيلة بتربي عيالي، فانا مش كبيرة والله. عشان في بعض الناس مثلا لما اعمل الطرحة كده، او مثلا تبان حتة من رقبتي، او حتة مثلا من شعري، او البس بنطلون، او يقولوا ايه بقى؟ عيب على سنك، ده انت ولادك طولك. يا ستي انت تعرفي سني؟ هو انت عشان ولادي طولك خدتي خلاص ان انا كبيرة؟ لا انا مش كبيرة، انا صغيرة مش كبيرة، انا في عز 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 سني وعز شبابي والله، الحمد لله. اي نعم الدنيا ملطشانة بس بنحاول. هنعمل ايه؟ الايس كريم حطيه في الفريزر. حاضر حاضر، اروح احطه صح في الفريزر. عشان ايه؟ نرجع ناكله تاني، حرام، عشان ما يبص شوية كده وارجع اكله. الشباب شباب القلب، اه طبعا، شباب القلب والروح. طول ما روحك حلوة، طول ما روحك حلوة ونضيفة من جوه، تفضلي صغيرة. حتى لو انتي عندك 50 60 سنة هتفضلي شباب. اه والله، بس حسسي نفسك دايما ان انتي طفلة وكيوت. مهما مين يقولك انتي كبيرة، انتي مش صغيرة، انتي وانتي قولوا له انت والحيط واحد. انا واثقة في نفسي وحابة نفسي. كل ما تحبي نفسك وتقدري نفسك وتدلعي نفسك وتعيشي حياتك بما يرضي الله وتعيشي سنك، تفضلي صغيرة قد كده اهو، وتفضلي في عز 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 شبابك حتى لو انت كبيرة. العبي رياضة، حاولي لو انت مليانة نزلي وزنك، كلي اكل صحي من حين لاخر، يعني كده مش هنمنع ان احنا مثلا ايه ناكل لنا فطيرة حلوة زي اللي انا اكلتها، ناكل شوية ايس كريم. لكن ده ما يمنعش برضو ان احنا ناخد بالنا من صحتنا يعني. ما تتكسفيش عادي. ربنا يديك الصحة. 45؟ لا أنا مش 45، أنا عندي 56 سنة. قولي قولي بقى، قولي 56 سنة. ربنا يهديكي، والله ربنا يهديكي. داخلالي من أكاونت فيك عشان تقولي لي كده؟ أنا عندي 56 سنة. يا بنتي العمر مجرد رقم والله. هيومة قولي لنا نظام أكلك بالظبط بالله عليكي، وعملتي إيه في رحلة التخسيس عيوني؟ بصي يا روح قلبي، نظام أكلي أنا باكل يعني مثلا ايه، هقولك انا دايما بستخدم البدايل. ايه هي البدايل؟ يعني بدل ما باكل عيش بلدي باكل عيش صحي. ايه هو العيش الصحي؟ بجيب العدس اعمله عيش، اجيب الحمص والبيض واحوله لعيش. تصدقي عندي 51 سنة ومش مقتنعة بيهم، حاسة اني طفلة فعلا. اه والله، والله العظيم اه.
يعني انا عايزه اقول لك ان طول ما انت حاسه ان انت طفله، انت هتفضلي طفله وهتفضلي شباب وتفضلي حلوه طول عمرك. يعني انا كهيام، انا حتى لو ايه دايما بشوف نفسي طفله. والله انا كهيام انا بشوف نفسي طفله. انتوا عارفين لما بروح العب عمر ابني في البيلي بيز، او بروح مثلا العبه العاب في اي مكان، انا بلعب مع ابني. اه والله، يعني بتزحلق في الزحليقه واتمرجح في المرجحه واعمل كل حاجه. عارفين الجيليكولا والكاندي وال والمارشميلو والحاجات بتاعت الاطفال دي والساور ستيكس، انا باكل الحاجات دي مع ابني. انا دايما حاسه ان انا طفله، والله دايما حاسه ان انا طفله. وبحس ان نغم ولميس ولادي دول مش ولادي، بيقولوا لي يا هيام. يعني انا ولادي من كتر ما شايفيني ان انا مهتميه بنفسي وشايفين ان امهم صغيره، انا بيقولوا لي يا هيام، محدش بيقول لي يا ماما. وانا بفرح قوي لما بيقولوا لي يا هيام ويا هيومه. يعني نغم ولميس دول يا هيومه يا هيام، انا ببقى في قمه سعادتي وهما بيقولوا لي يا هيومه ويا هيام. وخالد ابني يقول لي يا هيومه. فاحساس حلو ان انتي ولادك شايفينك صغيره، انتي شايفه نفسك صغيره، كيش دعوه بقى بالاخرين. اي حد يقولك انتي كبيره، انتي مش عارف ايه، انتي ايه، ده مغلول، ده مغلول مش عارف يبقى ربعك. اه والله اسمعي كلامي، ما تسمعيش كلام حد. بس يا بنات، فالمهم يا بنات، فانتي خدي البدائل بقى. يعني انا بدل العيش البلدي بعمل عيش العدس، بعمل توست العدس واكل بيه اي حاجه. اعمل مثلا بيتزا بالكوسه، يعني بيتزا بالبطاطس، ببشرها واحط عليها بيض وملح وفلفل. انا شرحتها لكم امبارح على الصفحه الثانيه. واحط عليها ملح وفلفل وبيضتين. بعد ما ببشرها مثلا بجيب مثلا كوستين، بحط عليها ملح فلفل حبايتين بيض، اقلبها. اجيب طاسه فيها دهنه زيت زيتون، اقلبهم ياخدوا لون حلو كده من تحت. اروح حاطه مثلا عليهم اي خضار انا عايزاه، جبنه موتزاريلا، واغطي واروح بقى ايه، اكل احلى بيتزايه. استبدلي بقى الكوسه ببطاطس، بتنجان، اي حاجه تطلع معاكي احلى بيتزا صحيه. فدايما بعمل كده. طيب انا مضطره اقفل معاكم عشان ليا واحده صاحبتي تعز عليا قوي بتتصل بيا، فلازم ارد عليها اطمنها عليا، عشان هي بتتصل بيا من بدري وانا ما بردش على التليفون. فانا هقفل معاكم معلش لاجل عيون صاحبتي. استنوني بكره ان شاء الله اطلع معاكم لايف تاني. بحبكم قوي.